بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم سلطان الجلود. اليوم راح اتكلم لكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع هو احيانا نسمع بين الحين والاخر فلان من الناس مات عطشا، او مجموعة ناس او عائلة. سمعنا قصص كثير زي ماتوا يا سيارتهم غرزت برمل زي ما انتم شايفين، او فأحيانا العائلة هذه مؤكد الغالبية خلال ال20 سنة اللي راحت الآن معاهم جهاز جوال، تلقاه موجود معاهم الجهاز الجوال، بس بما أن ما في أبراج خلاص هو يفكر نفسه انقطع عن العالم، انقطع. بما أن ما في أبراج خلاص هو مع الأسف أن عندك خدمة تقدر تكلم بدون أبراج بدون شريحة، تقدر تكلم العمليات، أقرب عمليات راح يردون عليك. هذا الآن رايح أمثله لكم قدامكم، رايح نركب بالسيارة جوا ورايح نتصل على العمليات ورايح تشوفون المشهد قدامكم الآن. نطلع بالسيارة جوا عشان الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن زي ما قلت لكم هذا الجوال شغال زي ما انتم شايفين، الأبراج مشبوكة. أنا راح أفصل الشريحة، طبعا سوني زد 1 من هنا من نفس الشريحة، راح أطلع الشريحة من هنا زي ما انتم شوف شو اللي بيحصل. الجهاز هذا النوعية هذه بيختلف عن الايفون، راح يفصل الجهاز، إعادة تشغيل الجهاز. الآن فصلنا الشريحة زي ما انتم شايفين، هذه الشريحة الآن فصلناه. الجهاز راح يعمل ريستارت اوتوماتيك، راح يعمل ريستارت زي ما انتم شايفين على اساس اثبات ان الشريحة مش موجودة، وراح يعطينا مسج او رسالة هنا بيقول لك للطوارئ فقط، يعني ما في شريحة. الشريحة زي ما انتم شايفين، الشريحة هذه الشريحة مفصولة. الآن الجهاز يعمل ريستارت، راح تجينا رسالة هنا تحت للطوارئ فقط بدون أبراج. الآن زي ما انتم شايفين يقول لك شريحة مش موجودة، هذه الرسالة شريحة مش موجود، إثبات ما في شريحة. طبعا أنا مسوي اقتران بين الجهاز، ليش طلعنا السيارة؟ مسوي اقتران بين الجهاز وبين مسجل السيارة عشان الصوت العمليات لما نكلمهم يكون واضح. مكالمات طوارئ فقط. هذه رسالة من راح نكلم الآن زي ما انتم شايفين، اتصال بدون أبراج بدون شريحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الطيب؟ هلا ابو قلب. معك أخوك سلطان الجلعود الله يسلمك. سلطان ايش؟ سلطان الجلعود الله يسلمك. يا مرحبا سلطان. أنا قاعد أكلمك من جوال بدون شريحة بدون أبراج عن طريق الرقم 112. نعم. أنا قلت بتأكد بس الله يبارك فيك من الخدمة هذه، هل هو فعلا أسمع عن الخدمة؟ انت من تتكلم بالضبط؟ أنا أتكلم والله من البر، بس أنا قلت بتأكد، أنا ما عندي لا أبراج ولا عندي. معلش سؤال اخويا، عندك ابراج يعني ولا لا ثاني؟ أنا ما في شريحة، الجهاز اللي أكلمك الآن بدون شريحة، قلت بتأكد. معلش بس الجهاز ولا اخوك يشبك عادي مع الابراج حتى بدون شريحة. عن طريق اذا كان الشريحة موجودة في الجهاز فيها ابراج ولا ما فيه؟ لا ما في أبراج، عن طريق الأقمار الصناعية صحيح؟ نعم صحيح. الله يبارك فيك. انا والله بس كنت بتاكد واكد للناس. الله يرحم والديك ويسلمك ان شاء الله. والديك، بس انت الحين متاكد ان لو ركبت الشريحه يعني ما في ابراج عندك؟ لا في عندي ابراج، لو ركبت فيه ابراج، بس انا فاصل الشريحه بتاكد. انا اسمع بالخدمه هذه مش مصدق. الخدمه هذه موجوده طال عمرك، بس فيها امر ثاني، اذا كنت خارج التغطيه. ايوه. يعني لو كان حط ما عندك رساله مره واحده. ايوه. هذا اللي اتاكد منه، يعني يدق الواحد هنا يقول يدق علينا. لا بتاكد منها. لا سبق وان كلمت، انا ما في ابراج عندي بالمنطقه داخل البحر، انا ما كلمتك الا متاكد. برضو ردوا عليه الجماعه. انت من اي عمليات على فكره؟ اي عمليات؟ عمليات الدمام الرئيسيه. الله يبارك فيك. انا على العموم مسجل الخدمه هذه عشان نبي نعرف الناس، نبي نعلمهم نخليهم يستفيدون يدرون. نسمع دائما فلان مات عطش، وهو المشكله معاه جوال ولا هو عارف عن الخدمه هذه، صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. فاحنا نبي نوعي الناس لا اكثر ولا اقل. انا اسف على ازعاجك. بارك الله فيك. واعتذر منك يا حبيبي. ابدا بالخدمه طال عمرك. شكرا يا حبيبي. ما عرفتنا على اسمك. يا مرحبا يا هلا والله. ما عرفتنا على اسمك. ضابر قحطاني. والنعم والله يا ضابر. تشكر حبيبي. ما عليك شكرا عمرك. يا مرحبا. مع السلامه. الآن سمعتوا الرد علينا أقرب عمليات اللي هو عمليات الدمام.
باي مكان راح يرد عليك اقرب عمليات. انت قريب الرياض راح يرد عليك عمليات اقرب عمليات قريبه عندك. تقريبا الخدمه هذه على مستوى الدولي، مش على مستوى السعوديه ولا على مستوى الدولي. هذه الخدمه تقدر تستفيد منها، الله لا يقدر شر ولا يضع اي مسلم في هذا الموقف. تقدر تنقذ حياتك وتنقذ حياة اللي معاك. يعني قصص نسمعها يحز فيها النفس. معاك جوال ومعاك كذا ولا انت مستفيد من الخدمة هذه على طول، الله لا يقدر شر. صرت بالموقف هذا دق على 112 راح يرد عليك اقرب عمليات. قل حدد موقعك بس، انا بالصمان، انا باي مكان بالربع الخالي كذا كذا. هم راح يوصلون رسالة للمسؤولين، راح ان شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى يتم انقاذك. اذا ما انقذوك في ساعة في ساعتين في يوم، ناس يقعد 3 ايام، تخيلوا 3 ايام بامكان الناس ينقذونه ومعاه جواله ينتهي الشحن ينتهي كل شيء، بس عشان المسكين ما في ابراج هو ما هو عارف عن الخدمه هذه. انا اعتذر اذا اني طولت عليكم، واتمنى ان شاء الله ما تكونون في الموقف هذه. اتمنى الناس كلها تتوعى وتوعون اللي يعز عليه.